السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنتعلم ازاي ان احنا نضيف روابط في المواقع بتاعتنا. دلوقتي انا خلاص عملت الموقع بتاعي وبقى جاهز زي ما انتم شايفين، مش ناقصه اي حاجه. حاطط فيه اسمي، حاطط فيه نبذه عني، وحاطط فيه صورتي، يعني خلاص بورتفوليو جاهز ان انا اعرضه للعملاء بتوعي. باقي بقى ان انا اضيف روابط للينكات السوشيال ميديا. حد عايز ان هو يتواصل معايا، عايز نعمل له موقع زي ده، هيلاقي الروابط بتاعت السوشيال ميديا في الوصف. طيب، هنا ازاي بنضيف رابط؟ بنستخدم element اسمه A. هو اسمه انكور تاج، لكن هو الاختصار بتاعه ايه. المبرمجين كسالى شويه، او هم عايزين يعملوا كل حاجه اوتوميشن، وفي نفس الوقت لازم الكود يكون منظم. فهنا هيدنج ال H1 ده اختصار لهيدنج 1، فهو بدل ما يقعد يكتب هيدنج 1 بالشكل ده، لا عملها H1 على طول. البي اختصار لباراجراف، بدل ما يكتب باراجراف لا بي على طول. طيب، هنا اللينك ازاي بنضيفه؟ بكتب بالشكل ده A، بالشكل ده ليه opening و closing tag. طيب، هنا ال A ده لو رحنا مثلا لأي مكان فيه رابط، يعني خلينا نفتح مثلا جوجل مثلا، ده دلوقتي رابط. الرابط ده ليه حاجتين، الرابط نفسه اللي هو اللينك، والتاني الكلمة اللي بتظهر. هنا ظاهر شات جي بي تي، لكن اللينك غير. اللينك هو https://chatgpt.com. هنا انت بتكتب عايز ايه اللي يظهر، فانا هقول له والله اللي هيظهر كلمة فيسبوك بالشكل ده، وهروح اعمل ريلود. هنا ظهر لي فعلا كلمة فيسبوك، لكن باقي حاجة ناقصة، لسه في معلومة ناقصة. ايه الرابط اللي هتروح ليه؟ فاكرين الصورة دي زيها بالظبط. ايه الرابط اللي هي هتروح ليه؟ هنا هجيب الاول لينك الفيسبوك بتاعي، ده مصطفى سينتاكس بالشكل ده، وهنا الاتريبيوت بقى اللي هنديله المعلومه دي، لان هنا الاتريبيوتس مختلفه، مش كلهم سورس في الصوره. في اللينك اسمه href بالشكل ده، وهنا هدينه لينك الفيسبوك بتاعي، ونروح نعمل ريلود نشوف ايه اللي حصل. اول حاجه حط لي خط تحته ولونه بالازرق، يعني شايفين حط خط تحته ولونه بالازرق هنا بالشكل ده href، وبديله اللينك اللي انا عايز اروح عليه. هنا ممكن تحط اي لينك، ممكن تحط لينك جوجل، فيسبوك، واتساب، اي لينك. ممكن ان انت تحط لينك لصفحة تانية في الموقع عندك، وده هنعمله دلوقتي، هنجربه مع بعض دلوقتي بالشكل ده. لو هنا رحت دوست على كلمة فيسبوك بالشكل ده، فتح الفيسبوك بتاعي عادي، مفيش اي مشكلة. طيب، هنا لو تلاحظوا لما انا دوست على كلمة فيسبوك، هو راح فتح في نفس الصفحة، شايفين؟ لكن في حتة كده ان هو ايه، هم احيانا بيبقى في فكرة الاحتفاظ بالعميل، ان انت تخلي العميل موجود عندك في الموقع لاكتر وقت. ده اكيد بيأثر في وجودك على جوجل مثلا. هي قصة كده، بس عامة ايه الفكرة اللي انا عايز اوصلها لكم؟ ان انا ممكن اخليه لما يدوس يفتح له صفحة جديدة، بحيث ان هو يفضل موجود عندي في الموقع بتاعي. وده برضو بيكون ليه اسباب تانية. احيانا انت بتكون مثلا بيقرأ مقالة معينة وعايزه في حتة هيفهم حاجة، فبتروح تقول له اقرأ الحتة دي مثلا وتعالى. هنا بستخدم اتريبيوت تاني اللي بيعمل الحتة دي. الاتريبيوت ده اسمه ايه؟ اسمه تارجت بالشكل ده، وببصيله كلمة اسمها بلانك. تارجت بلانك بالشكل ده. ريلود، لما ادوس على كلمة فيسبوك دلوقتي راح فتح في صفحة جديدة. طيب، هنا تارجت ليها اكتر من قيم. لو عملنا كده هتلاقيه بيقول بلانك، بيرنت، سيلف. خلونا ان احنا نجرب سيلف. هنا شايفين اداني الاوبشنز دي. ريلود، لما ادوس على كلمة فيسبوك فتح فيها هي نفسها. فسيلف دي هي القيمة الافتراضية اللي انت لو ما حطيتهاش فهي اصلا محطوطة. هنا فكرة الديفولت فاليو موجودة في البرمجة بشكل كبير، اللي هي القيمة ان انت لو ما حطيتهاش هي اللي هتشتغل بشكل تلقائي. فهنا سيلف هي القيمة الافتراضية. في حاجتين تانيين اللي هم سيلف، اللي هم بيرنت وتوب. دول مش هتكلم عليهم دلوقتي. بيرنت وتوب مش هتكلم عليهم دلوقتي، لان هم ليهم تركاية كده. طيب، خلينا نقول ان انا عايزه اخر حاجة في الفيديو، خلينا نقول ان انا عايزه يروح لصفحة تانية في الموقع بتاعي.
هروح هنا في نفس الفولدر هعمل صفحة تانية اسمها about.html، وهعمل هنا h1 اسمه about me، وهنا هعمل باراجراف. هنا في فيك تكست كده بيسموه لوريم، الناس بتوع المصممين عارفينه. هو فيك تكست مش نص حقيقي، هو الفكرة بس ان هو بيظهر تكست كده علشان نشوف شكل الموقع بيكون ازاي. فانا هكتب هنا لوريم الاتريبيوت ده، هتلاقي ان هو كتب كده فيك تكست اللي هو about me، اكني كتبت حاجة عني. وهروح هنا في اللينك اقول له انا عايز اروح عند about.html، كتبت له اسم الصفحة، ريلود. هنا بقى هنغير كلمة فيسبوك لاباوت مي، about me بالشكل ده، ريلود، ادوس على about me. هو بيقول لي cannot get about.html، وده ليه سبب واضح، ان انا لو بصيته هنا في الفولدر فالملف بتاع الاباوت مش موجود. انا عملت ملف الاباوت جوه الايمجز، فانا هاخد ملف الاباوت احطه في HTML، اطلعه بره جنب الفولدر ده كده، موف كده بقى جنبه. فكرة الاخطاء في البرمجة فكرة اساسية لا غنى عنها، هتغلط ايا كان مستواك. طيب المهم ان انت تدور على الخطأ، تفهم المشكلة الاول، يعني ما تروحش تدور على طول، افهم المشكلة هنا ان الملف مش بيقول لي ان الملف cannot get about.html، الملف مش موجود، وبعد كده تدور على الخطأ. لو انت معرفتش توصله بنفسك تدور عليه. طيب هعمل هنا ريلود، about me اشتغلت بشكل عادي جدا كده. النهارده اتعلمنا الروابط، اتعلمنا نحط رابط لموقع خارجي، وتعلمنا ان احنا نفتح في نفس الصفحة او ان هو يفتحه في صفحة تانية، وتعلمنا ازاي نضيف رابط لملف او لصفحة تانية في الموقع بتاعنا. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.